في هدوء ليالي الشتاء الحزين، وفي إحدى مستشفيات القاهرة ممرض صغير لسه امتياز قاعد بيحسب وبيعد فاضل كام سنة عشان يطلع معاش. ربنا امتى يتوب عليه من الشغلانة دي؟ هو لسه ما اشتغلهاش أساسا. قطع لحظات تفكيره بنت عندها 17 سنة بتدخل الاستقبال ومعاها صحابها اللي باين جدا إنهم مخضوضين عليها. بنت دايخة مش قادرة تقف ولونها مصفر شقة شاحب، وهما بياخدوا بياناتها البنت بيغمى عليها. بيقرر ممرضنا الشاب إنه لازم يسحب عين الدم من البنت دي كإجراء أساسي لأي حالة بتخش الاستقبال في وضع زي ده. وهنا بتكون المفاجأة. لا يا صاحبي، البنت مش حامل، السكريبت ده مش هراجع من السكر، بنت عندها انيميا، موضوع عادي، مشكله في الدم، وده موضوع حلقتنا النهارده، الدم. لو سالت اي طالب في القطاع الطبي ايه هو الدم، غالبا هيرد عليك برد واحد: الدم هو سائل موجود جوه جسم الانسان بينقل الاكسجين والمواد الغذائيه للخلايا اللي محتاجاها، وبياخد من الخلايا فضلاتها وبيوديها للاعضاء المختصه باخراجها زي الرئتين والكلى. وطبعا دي اجابه صحيحه بنسبه 100%، ولكن احنا هنتكلم عن الدم النهارده بصوره تفصيليه. جسم الانسان البالغ 8% من وزنه او من كتلته عباره عن دم. حجم الدم في جسم الانسان 5 لتر، وده رقم ثابت في البالغين. طبعا بعض المصادر بتقول ان حجم الدم في طفل رضيع ممكن يوصل ل 350 ملي لتر، يعني حجم كنزايه. من الاخر، من وظائف الدم ان هو ينقل الاكسجين والمواد الغذائيه للخلايا اللي محتاجاها عشان تعمل الوظائف اللي الخلايا ربنا خلقها عشان. والموضوع مش سهل بالمره. فمثلا عشان تنقل الاكسجين انت محتاج بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء اسمه الهيموجلوبين. البروتين ده بيتكون بصفه اساسيه من الحديد. الهيموجلوبين ده هو اللي بيدي للدم لونه الاحمر، وبينقل الاكسجين وبياخد ثاني اكسيد الكربون في نفس الوقت، بيخرجه من خلال الرئه. طبعا لو انت عايز تعرف الخاصيه دي اسمها ايه او بينقلوا ازاي، فدي خاصيه فيزيائيه اسمها الارتباط العكسي، خاصه بالغازات، وبيعمل نفس الشيء مع المواد الغذائيه الموجوده فيه. الدم سائل لزج نسبيا، وكثافته اعلى من الميه بحاجه يعني خفيفه جدا. يعني كثافه الميه 1000 كيلو جرام على المتر مكعب، كثافه الدم 1060 كيلو جرام على المتر مكعب. نسبه صغيره جدا، حتى لو انت شايفها كبيره هي صغيره جدا، وده شيء منطقي جدا لان 55% من الدم هو بلازما، والبلازما 90% منها ميه. تاني، البلازما الموجوده جوه جسم الانسان او اللي موجوده جوه دم الانسان تحديدا هي عباره عن 90% ميه، تعتبر ميه. تمام. الميه دي داخله في 55% من تركيب الدم، فيعتبر مفيش اصلا اختلاف كبير. فده السبب في ان الكثافه قريبه من بعضها. طيب ال 45% التانيين بيكونوا ايه؟ بيكونوا مكونات تانيه، والمكونات ديت هي السبب في لزوجه الدم، زي كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح الدمويه. كل واحده فيهم وليها فايده. خلايا الدم الحمراء مثلا هي اللي بتنقل اكسجين لخلايا جسمك. خلايا الدم البيضاء هي اللي بتحمي جسمك من اي اوبئه واي امراض، هي الجهاز المناعي بيه. الصفائح الدمويه وهي اللي بتعمل عمليه التخثر او تجلط، وديت فايدتها ان لو حصل لا قدر الله نزيف هي بتوقفه. وطبعا دول ليهم نسب مختلفه بين الذكور والاناث، الذكر بيكون اعلى شويه في العدد ولكن مش اعلى كتير، اعلى بحاجه بسيطه جدا. في حاجات تانية بتكون موجوده في الدم طبعا زي السيرم البيومين، الجلوبيولين، والكلود فاكتورز، والالكترولايت زي الصوديوم والكلورايد. الدم مش واحد في كل البشر زي الاعتقاد السائد قبل بدايه القرن العشرين، اللي كانوا معتقدين ان كل البشر عندهم نفس الدم، وكانوا بينقلوا للبشر المرضى دم من الناس السليمه ومن الحيوانات كمان. واللي طبعا زي ما توقعت كان النتيجه معروفه، نسبه كبيره جدا منهم ماتت. وبسبب ده بعض الكنائس الاوروبيه حرمت نقل الدم، واتمنع في اوروبا لفتره طويله جدا لحد ما جه عالم نمساوي اسمه كارل لاندشتاير سنه 1902 وقال: يا جماعه في حاجه اسمها انتيجين، والانتيجين ده بيميز الدم لاربع فصائل رئيسيه اللي هي الفصائل المعروفه A B O A P. بالمناسبه في فصيله خمسه، هم مش اربعه هم خمسه، ولكن الفصيله الخامسه هي فصيله نادره جدا. الفصيله دي بيسموها الدم الذهبي او دم مومباي، يرمز ليها بالرمز او اتش. ودي من كتر ما هي نادره عشان تلاقي حاله، فانت بتلاقي حاله وسط مليون. وبعض المصادر بتقول ان انت ممكن تلاقي 3 حالات وسط مليون. وللمفارقه العجيبه ان في 3 حالات متسجلين في السعوديه و7 حالات متسجلين في امريكا الجنوبيه. واول طبعا اكتشاف ليها كان في مدينه مومباي، عشان كده اتسمى دم مومباي، هاشتاج بديهيات. وطبعا مش دول بس اللي بيميزوا فصائل الدم، في حاجه كمان اسمها عامل ريسوس او ريسوس فاكتور.
اللي هو بيرمز له بالرمز RH. وسبب تسميته بالريسوس لانه اول اكتشاف ليه كان في نوع من القردة اسمه ريسوس. عامل ريسوس ده شغلته كلها انه بيدي للدم الاشاره اللي جنبه، يعني موجب او سالب. عشان كده احنا مثلا بنقول فاصولته O موجب او B سالب، هو ده اللي بيدي ليها الصيغه بتاعتها. معرفة فصيلة الدم هو شيء أساسي لازم كل بني آدم يكون عارفه، لأن مش مجرد إن إحنا بننقل من خلاله مثلا حد محتاج فأنا بنقل له دم، أو مثلا أنا لا قدر الله محتاج فأستقبل من حد دم. لا، في حاجات مرتبطة، يعني ارتباط وثيق مع فصائل الدم. في بعض الأمراض الريسك بتاعها بيكون أعلى لما بتكون مثلا فصيلتك أو فصيلتك بي أو غيره، وإنها أمراض خطيرة، يعني مثلا زي السكر، زي أمراض القلب، زي قصور القلب وقصور الشريان التاجي. وفي فصائل تانية بيكون ريسك اصابتك بامراض تانية اقل شويه خطوره، هي برضه ستيل خطيره. السمنه مش اخطر من امراض القلب، ضغط مش اخطر من السكر، ولكن هي برضه خطيره. وما اظنش حد هيبقى حد يكون عنده سمنه، ما عدا طبعا المزاجنجي هو الوحيد اللي مش مدي الموضوع اهتمام اصلا. ومش بس فصائل الدم اللي ممكن يكون لها تاثير، عايز اقول لك كمان ان عامل ريسوس بيكون ليه تاثير. لو في ست مثلا عامل الريسوس بتاعها سالب وجوزها عامل الريسوس بتاعه موجب، معنى كده ان جوزها عنده انتيجينات معينه مش عند الست دي، فجسمها هيكون مناعه مضاده للانتيجينات دي، فبيتم تخليق مناعه ضد الانتيجينات دي. بيكون اول انجاب ليها انجاب عادي جدا، ولكن بعد كده بتولد الاجنه متوفيه، لان الجهاز المناعي بيقضي على الاجنه. وده كان يعني منتشر زمان، ولكن حاليا مع تقدم العلم بقى في فحوصات بتتعمل قبل الجواز وقبل الولاده، وكمان في بعض الحقن اللي بتاخدها الست بعد الولاده عشان تحفظ نفسها وتحفظ ابنائها في المستقبل ان شاء الله. انا قلت لك في الاول ان اللي بيدي لون الدم هو بروتين اسمه الهيموجلوبين، وده طبعا صح، ولكن انا نسيت اقول لك حاجه، ده في الثدييات بس. يعني ايه في الثدييات بس؟ حد يقول لي يعني في لون تاني للدم؟ اقول لك مش لون، في الوان للدم. مثلا عندنا كائن اسمه السقنقوريه، ده كائن دمه لونه اخضر. في سرطان حوض الحصان، ده نوع من انواع سرطانات البحر، ده دمه لونه ازرق، وده بيرجع لوجود النحاس في خلايا البروتين في دمه. ولون الدم الازرق ده بيتغير للون الشفاف لو مفيش اكسجين، ولو حطيته في مكان بارد لون الدم بيتغير حسب تردد الاكسجين في المكان، فممكن يبقى رمادي، ممكن يبقى ابيض، وممكن يبقى اصفر باهت، الثلاث الوان. وفي كمان ديدان الاشواك البحريه اللي دمها لونه اخضر، مش اخضر عادي، اخضر زاهي، اخضر مميز جدا. وعندنا كمان بعض اللافقريات البحريه دمها شفاف، ولو تعرض للاكسجين بيتحول للون الزهري البنفسجي، خليط بين الاثنين. وفي بعض الكيسيات او الجرابيات دمها لما بيتعرض للاكسجين بيتحول للون اصفر مستردة. باليتة الوان كامله يا بيه، مش احمر بس. سبب الاختلاف في ده كله هو اختلاف البروتين المسؤول عن اللون. البروتين ده بيكون فيه عنصر هو برضه المسؤول عن تغير اللون. حد محنك يقول لك طب ما انا دمي لون ازرق برضه وده العروق اللي في ايدي، اقول لك ماشي، عروقك لونها ازرق، ولكن انت لو جيت تسحب عينه، ودي اغلب العينات اللي احنا بنسحبها بتكون عينه ورديه زي ما بنقول عليها الطب طبعا، مش عروق، ما اسمهاش عروق، اسمها اورده. لما بتيجي تسحب بيطلع الدم احمر داكن، اللي هو اللون الغامق، يعني هو لونه غامق مش ازرق. حد تاني فاهم شويه ممكن يقول لك اه هو سبب اللون الازرق ده وجود ثاني اكسيد الكربون. هي معلومه صح ولكن مش كامله. خليني اقول لك المعلومه كامله. الاسباب الرئيسيه لتغير لون الاورده او ان الاورده بيكون لونها ازرق هم حاجتين: واحد، تغير طيف الهيدروجين اللي موجود بعد خروج الاكسجين او بعد عمليه الاكسجين، يعني الدم المؤكسج والدم غير المؤكسج طيف الهيدروجين فيهم مش واحد. اتنين، هي خاصيه فيزيائيه اسمها تشتت الضوء على الجلد، يعني من الاخر الضوء بيتشتت فيطلع لك باللون الازرق اللي بينعكس على عينك فانت تشوفه. نهايه، الدم مش سائل بيمشي في الجسم عبثا، هو واحد من ايات ربنا سبحانه وتعالى وحكم ربنا اللي الانسان المفروض يتدبر فيها ويدور فيها ويعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الانسان عبثا ولم يخلق شيء عبثا، ولكن خلق الانسان في احسن صوره. فتبارك الله احسن الخالقين. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك، سبسكرايب، ما تنساش تبص تحت هتلاقي لينك التيك توك ولينك الانستجرام، تابعنا عليهم. وبس كده، سلام.